مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. فيديو ردة فعل سريع على الجوله السابعه اللي سكوري فيها لحد دلوقتي 46 في انتظار موريس اللي لسه هيلعب بكره. كان عندي في الجون اونانا جاب 2 بونت. للاسف كلين شيت يونايتد اتضرب تقريبا بالتسديده الوحيده اللي كانت على المرمى من هواكيم اندرسون، احسن جون في الجوله. حاجه ما كانتش متوقعه، ولكن لازال مستوى اليونايتد متذبذب هجوميا ودفاعيا. خط الظهر كان عندي 3 لعيبه، جابرييل وفابيان شار، قدرت ان انا اخد كلين شيت من ارسنال وكلين شيت من نيوكاسل. وللاسف بيرفز ستيبينيان اللي كان في الدي اوف بتاعه، او مش اليوم بتاعه من الاخر، عشان كده ديزيربي خد باله وطلعه حتى بين الشوطين ب-2. ولو كان كمل وخد الست جوان اللي دخلوا فيه دول كونسيدد كان هيبقى الماينس اكتر من كده بكتير. فالحمد لله ان هو طلع ب-2. في ناس كتير طبعا نزل لها ستيبينيان مكان بوتمان، ولكن انا كنت حاطط ستيبينيان في الملعب لان هو كان احسن اختيار عندي، لان المدافع الوحيد اللي في الدكه عندي بيلعب هو اودوجي. كان هيلعب ضد ليفربول، ولكن الراجل طلع ب-2. مش مشكله كبيره لان هو مع اغلب الناس، فاثر سلبيا على كل السكوادات، ما اثرش عليك انت لوحدك. فستبينيان ما اثرش علينا كتير. نص الملعب كان عندي ساكا وراشفورد ومبويمو وستيرلينج. الريتيرن الوحيد اللي عندي هو ساكا، اللي كان عليه جدل كتير جدا قبل الماتش، وزي ما اتكلمت في الفيديو اللي قبل الديدلاين وقلت لازم نصبر شويه على التسريبات ونصبر قبل الديدلاين بفتره كبيره وبفتره قصيره هيوصل لك اكيد معلومات احسن او تقدر ان انت تعتمد عليها. فالمعلومه اللي كانت وصلت الوحيده اللي انا كتبتها عندي على صفحه الفيسبوك ان ساكا اتمرن تمرين كامل قبل الماتش، معنى كان ان هو كان بنسبه كبيره جدا هيبتدي، وده اللي حصل. ولكن المشكله ان الراجل كان ماشي يوزع ضربات جزاء في الماتش، مش عارف ايه الظاهره الغريبه دي. جه بيلن مسك البيلن ودخل اداه لاوديجارد، جه بعدها بيلن تاني مسك البيلن وراح اداه لهافرتز. فانا مش عارف ايه الظاهره الغريبه دي، ولكن لازال هو اهم اختيار في ارسنال، على الرغم ان ماتشاتهم مش هتبقى احسن حاجه الفتره الجايه. فانت لو مفيش عندك مكان لسون او ماديسون او اي حد من توتنهام او ويست هام، تقدر ان انت تبيع ساكا على الشورت تيرم وتبدا ترجعه تاني، او لو انت بتعمل وايلد تقدر ان انت تعمل وايلد من غير ساكا وتفوت ماتش السيتي وتشيلسي وبعد كده ترجعه تاني. اهم حاجه تكون عامل له بلان يرجع ازاي، بالاخص عشان عنده ماتش شيفيلد الجوله العاشره في ملعب الامارات. الهجوم كان عندي الفاريز وموريس وهالاند. الحمد لله خدت 2 ريتيرنز من موريس والفاريز، وهم اللي مختلفين لان اكيد عارفين ان هالاند مش هيفرق معانا كتير. ولكن للاسف ما قدرتش ان انا اخد الريسك وكابتن موريس زي ما اتكلمت قبل الجوله، ان لو اللي هيعمل كده هيفرق معاه جدا لو هالاند بلانك، وده اللي حصل فعلا. موريس لعب اول ماتش جاب جون ب3 بونص وخد انذار و8 بونت، خد 2 بونص بدون انذار وجايب 8 بونت ولسه عنده ماتش. وده اللي كنت متكلم فيه قبل الجوله، ان هو لو بريتيرن واحد بس في ماتش هيضمن لك مينيمم 10 بونت. فانا متاكد ان موريس مجرد حضوره بكره او مساهمه واحده هيطلعني في الرانك الجوله دي، ولكن طلوع صغير جدا. ما زالت المسافات قريبه ولكن نسبيا بدات تبعد. لو نفتكر زي ما اتكلمت في اول السيزون وقلت لكم مش قبل الجوله الثامنه هيبتدي الافرج يستقر، وكل مكان يبدا ان هو ياخد الافرج بتاعه. لو بصيت على الميني ليجز او الليجز اللي انت فيها مع اصحابك الدوريات الصغيره، هتحس ان الفرق لحد ما بدا يبقى موجود، بدا اللي فوقيك يبقى دايس عليك ب5-6 بونت، مش زي ما كان الاول كلنا جايبين نفس السكور. فلازم ان احنا نبدا نركز في الفتره الانتقاليه دي من جوله 9 لحد الدور الاول، هيبقى لحد طبعا نهايه السيزون، ولكن بالاخص لحد الدور الاول. مش هيبقى فيه دبل، مش هيبقى فيه جولات مفاجاه، هتبقى الدنيا ماشيه ستيبل عادي ومستقره، ولكن هيبتدي الرانك يتغير شويه. التغييرات بتاعت الجوله الجايه هتكون ان انا هبيع تشيلويل وهجيب تريبيه، او هبيع ساكا واجيب سون، واحده من الاثنين، او ممكن اعمل الاثنين واجازف ب-4 لان دي اخر جوله ليا قبل الوايلد كارد. زي ما اتفقت معاكم قبل كده ان انا استهدفت لعيبه زي ستيرلينج ومبويمو وراشفورد على اللونج تيرم او المدى البعيد، ان انا هجيبهم واصبر عليهم عدد جولات معينه. انا مشيت على الخطه بتاعتي وكل حاجه، ولكن للاسف استهداف الناس دي كان في فتره هم ما سجلوش فيها او ما ساهموش فيها، سواء لسوء حظهم او لسوء الفورمه اللي الفرقه كلها فيها، الفرقه بتاعتهم فيها. فانا استهدفت مبويمو وراشفورد وستيرلينج 3 بلانكات على التوالي من ال3 لعيبه. طبعا ده اثر عليا شويه في الرانك، ولكن في لعيبه تانية بتسندك. دايما بتلاقي السكواد بتاعك لو حد واقع حد تاني بيسندك شويه. ولكن هو ده اللي حصل في التوقيت اللي فات. هنقدر ان احنا نظبط الدنيا اكتر الفتره الجايه، والرانك هيبتدي ان هو يستقر من بعد الجوله الثامنه. خطتي زي ما هي اللي انا ماشي عليها من اول السيزون، هعمل وايلد كارد في الجوله التاسعه، وكل استهداف الفرق هتكون هي لو انت بتعمل وايلد كارد من دلوقتي للجوله الثامنه، نفس استهداف الفرق اللي للجوله التاسعه او العاشره. هيبقى نفس الفرق. اول فرقه هتبقى ليفربول، تاني فرقه ويست هام، تالت فرقه استون فيلا، رابع فرقه نيوكاسل، بالترتيب كده زي ما انا قلتهم لك.
هم دول الفرق اللي هنستهدف منها اللعيبه الفتره الجايه لحد تقريبا الجوله 14 او 15. بعد كده هتبدا الجدوله تتلخبط شويه. فانت لو على وايلد كارد في الجوله الثامنه دي تقدر ان انت تستهدف الفرق دي، ولكن كل مشكلتي في الجوله دي ان احنا رايحين على انترناشونال بريك بيبقى الاصابات فيه كتير شويه، فما احبش ان انا ارجع بعد انترناشونال بريك وانا عامل وايلد كارد. هعدي الجوله دي زي ما تعدي، وبعد كده اعمل بلان كويسه جدا، وهعمل لكم كذا فيديو هنتكلم في كل واحد منهم في التوقف الدولي عن اهم المراكز اللي احنا هنتارجتها في الوايلد كارد بتاعنا في الجوله التاسعه. مش لازم تاخد الوايلد كارد لو حد بيعمل وايلد قدامك كوبي بالظبط، تقدر ان انت تاخد نفس الرهانات ولكن بلعيبه تانية مختلفه، تاخد نفس الفرق ولكن تخلف في اللعيبه. يعني ممكن تاخد بون مع واتكنز، ممكن تاخد ديابي مع وارد براوز. اهم حاجه ان انت تكون بتارجت نفس الفرق عشان دي هي اسهل ماتشات. وهنبتدي طبعا نخلع من تشيلسي، وممكن جدا اطلع من مانشستر يونايتد خالص وما العبش باي حد منهم، على الرغم ان عندهم ماتشين برضو هيكونوا سهلين، ولكن الفرقه للاسف مش فورمه ولا اللعيبه مركزه. حبيت انقل لكم تشكيلتي، حبيت انقل لكم وضع فريقي بعد الجوله السابعه، وهي خطتي للتغييرات ان شاء الله الجوله الثامنه. في انتظار فيديو جديد هقول لكم فيه اهم اللعيبه اللي ممكن تارجتوها الجوله الجايه لو انت على وايلد كارد. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، هيفرق معايا كتير جدا. حاول توصل الفيديو لاكتر عدد، ولو انت مش مشترك معانا انزل اشترك تحت في القناه واعمل لي سبسكرايب عشان تتابعنا كل جوله وتمشي معانا كل اسبوع. لحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.